بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع القديس ماريجرجس المزاحم. وكان في نهاية القرن العاشر الميلادي كان في راجل اسمه المزاحم من مسيحية اسمها مريم، وأب من ديانة تانية، وتزوجها بالعنف بالقوة دون إرادتها ولا إرادة أهلها، وهم من مركز طلخة بالدقهلية. وكان المزاحم ده من ضمن 6 إخوة، وكان ترتيبه الثالث، فقضى 12 سنة من عمره على ديانة أبوه. لكن بعد كده شاف أمه بتروح الكنيسة في كل يوم حد، فخدته الرغبة إنه يلح ويروح معاها، لكنها رفضت في بادئ الأمر، وقال لها إنه عايز قطعة من القربانة اللي بتجيبها معاها. لكن هو كان دايما بيستنى القربانة اللي بتجيبها أمه كل يوم حد، واستلذ طعمها جدا وحبها، وشاف إنها إنسانة بقت كويسة من مروحها الكنيسة. وبعد وفاة الأم دار الحوار في دماغه إنه يروح الكنيسة ويشوف فيها إيه، واستقر إنه هيبقى مسيحي. وكان طلب من البابا فعلا هذا الطلب، الأنبا زخاريوس أسقف دمياط، ولكن خاف الكهنة انهم يعمدوه، فطلب منهم ان يفضل معاهم مية اللقان بعد المعمودية. وبعد خروج الشعب هو بنفسه خلع ملابسه وغطس في الجرن المعمودية 3 مرات باسم الثالوث المقدس، وشعر بالفعل انه اصبح مسيحي. وكان عمره في الوقت ده 18 سنة. وبعد كده تزوج من فتاة اسمها سولا ابنة القمص أبانوه براعي الكنيسة في مركز طلخة. ولما أراد الله أن يمتحن حب المزاحم ويعلن محبته ليه، سمح أن يقف قدام الحاكم وسأله: هل أنت المزاحم؟ ولماذا تركت دين أبائك وصرت مسيحيا؟ أجاب القديس وقال: نعم، أنا المزاحم، وقد تعمدت على اسم يسوع وصرت مسيحيا، وأنا أعبد سيدي يسوع، فمهما أردت أن تفعل بي افعله، فأنا لا أهتم بتهديداتك. فلما سمع والي الكلام دوت منه اتغاظ جدا وامتلأ غضب، وأمر بطرحه على الأرض وجلده على ظهره وعلى بطنه حتى سالت الدماء من كل أنحاء جسمه، كما أمر بنهب بيته وأخذ كل أمواله. وكمان أمر رجاله بطرحه في السجن بدون أكل ولا شرب لغاية لما يموت ويطرحوه في البحر. لكن الله الذي وعد أن يحط مع التجربة المنفذ، فلم يدعه يجرب فوق ما يحتمل. لكن وهم بيجروه عشان يرموه في البحر، سمع صوت قوي جدا بيقولوا: ارجعوا بيه إلى الأمير. فلما رجعوا ليه الأوالي قال: انتوا ليه جيتوا تاني؟ فقالوا انه سمعوا صوتك انت بتقول ارجعوا تاني إلي. فكان الوالي ما وداش حد انه يسمع انه يرجع تاني من الطريق ده، وكان دي علامة استعجاب كبيرة. وقال لهم: أنا لم أرسل أحد إليكم. وكمان جه الملاك على هيئة من أشراف المدينة وطلب منه العفو عن القديس، فسمح الوالي بالعفو وخلصوا من إيديهم. لكن عدو الخير لما رجع القديس تاني لبيته مع زوجته، جه عدو الخير وعذب فيهم تاني من رجال المدينة هو وزوجته، ونالوا عذاب شديد. فرجع القديس مع زوجته وقواها في إيمانها، لكن هي ما رفضتش أبدا أنها تترك الإيمان وفضلت معاه، وقالت: هفضل أتألم على اسم السيد المسيح. وكان دايما في نداء من ربنا أنه يهرب لدولة تانية، فراح طنطا وأقام فيها هو وزوجته مدة 3 سنين. وأخيرا تعذب على الوالي في مصر، وقطعوه أجزاء كتيرة ورموه في البحر، حتى أن زوجته قعدت تدور عليه وملقتهوش. فأرسل الملاك لراجل شماس كان ماشي عند البحر، وأبلغه إن لازم يفضل عند البحر ويشوف الأجزاء اللي طالعة منه ويوصلها لزوجته سولا، حيث تكفنها وتبني عليها كنيسة. وفعلا حصل إن الشماس راح عند البحر وفعلا وجد الأجزاء القديس واداها لزوجته سولا تكفنها بسلام. بركة صلوات القديس ماريجرجس المزاحم تكون معاكم ومعانا، وبركة القديسين وأمنا العذراء تكون معاكم ومعانا، آمين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين. يفرح ربنا دايما، يفرح قلوبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم، آمين يا رب.